إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، الله عز وجل جعل دخول الجنة له أسباب، ودي شيء معلوم في الشرع بالضرورة، يعني إن إنسان يدخل الجنة يبقى لازم له أعمال دخل بسببها الجنة. ذلك الله عز وجل لما يذكر أهل الجنة في بعض الآيات يقول جزاء بما كانوا يعملون، يعني السبب في دخولهم الجنة العمل الصالح. فالإنسان كي يدخل الجنة لازم له من عمل، والله عز وجل جعل للأعمال الصالحة جعل عمل خاص هو سبب مفتاح لجميع الأعمال. عشان تعرف تصلي من أسباب دخول الجنة الصلاة في وقتها، إلا ذكر الله عز وجل، قراءة القرآن، صلة الأرحام، كل هذه الأعمال الله عز وجل جعل الصدقة، إنك تتصدق على الفقراء المساكين كل من يحتاج، جعل الصدقة هي مفتاح للأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة هي سبب دخول الجنة. ذلك قال الله عز وجل في سورة الليل، قال والليل إذا يغشى، أقسم بالليل. إذ يغشى يعني يغشى النهار، تلاقي مثلا عند دخول المغرب دخول الليل بيغشى النهار، يعني بيكون أكثر ثم يكون الليل فقط. قال والنهار إذا تجلى، عند طلوع النهار تلاقي النهار هو الذي تجلى على الليل وهو الأكثر. فدي آيات عظيمة لا يستطيع أحد أن يمنعها. قال وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى، يعني تلاقي الناس العمل بتاعهم مختلف، واحد كل همه الدنيا فقط، واحد همه دين، واحد شوية دنيا وشوية دين، واحد الدنيا فقط وممكن شوية الدين فقط، وممكن شوية يترك الاثنين. إن سعيكم لشتى. طيب أفضل الناس قال الله تعالى من يكون من أهل الجنة، قال فأما من أعطى يعني تصدق واتقى بالعمل الصالح، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى أي بالجنة فسنيسره لليسرى. يبقى السبب نيسره، يعني الله عز وجل يجعل لك الأعمال الصالحة سهلة بتعملها، كأنك بتشرب مية فيها صعوبة. انت مثلا وانت صايم طول اليوم تيجي على المغرب بتشرب وحابب المية، يعني انت هتاكل تشرب حابب الأكل وحابب الشرب. هي دي لو انت تصدقت الله عز وجل يجعل لك الأعمال الصالحة يسيرة سهلة. ليه؟ لأن اليسر دي هيثبتك عليها، وثباتك عليها سبب دخولك الجنة. لكن كل دي مرتبط
بقوله تعالى فأما من أعطى، أول شيء ذكره الصدقة، قال واتقى، مع أن التقوى هي العمل الصالح، ومن العمل الصالح الصدقة، لكن ذكر الصدقة لوحدها لأهمية الصدقة، ولأن الصدقة إنك تتصدق هي مفتاح الخير. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في سنن الترمذي قال لمعاذ بن جبل لما معاذ قال يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويبعدني عن النار، قال لقد سألت عن عظيم، شيء عظيم جدا، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. ذكر له الأعمال ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير، ثم ذكر له من أبواب الخير قال والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. يعني شوف الذنوب اللي عندك الصدقة بتمحوها. فلذلك قال الله عز وجل فأما من أعطى، يعني تصدق، واتقى، اهتم بالأعمال الصالحة، وصدق بالحسنى، يعني عنده إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، فسنيسره لليسرى، يعني يجعل الأعمال الصالحة سهلة، نيسره لليسرى للجنة. العكس والعياذ بالله. وأما من بخل، مرضيش يتصدق يخرج الواجب اللي عليه، واستغنى عن العبادة، مش عايز يفعل العبادة، وكذب بالحسنى، فسنيسره، برضه هنسهله، لكن يسهله ايه؟ فسنيسره للعسرة، لجهنم والعياذ بالله. ربنا يعاقبه ان الاعمال السيئة، اعمال الحرام سهلة وحبيبها ويعملها ويستمر عليها عشان يخش جهنم والعياذ بالله. لذلك لما كانت الصدقة هي مفتاح الأعمال الصالحة، إبليس بيقف لك على هذا الطريق، يعني الصدقة هتفتح لك أعمال الخير، فإبليس يعمل معاك إيه؟ لازم يقف معاك على الطريق ده. لأقعدن لهم صراطك المستقيم، قال ذلك إبليس، قال الرب العالمين أنا هقعد لهم صراطك المستقيم، يعني كل اللي يجي يمشي على الطاعة أقف له عليه. طيب هيعمل معاك إيه في أمر الصدقة؟ قال الله عز وجل في سورة البقرة بعد ما أمر بالصدقة يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما رزقناكم، فبعد ما أمر بالصدقة الآية اللي بعدها بين لك أن الأمر مش سهل، إبليس مش هيتركك تتصدق. قال الشيطان يعدكم الفقر، بأول حاجة هيعملها معاك الشيطان يعدكم الفقر. 2 ويأمركم بالفحشاء. لكن الله عز وجل بين بقى للصادق اللي يعتمد على الله، قال والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يبقى بين لك ان إبليس مش هيسيبك، هيوعدك بالفقر، كما يقول سفيان الثوري أشد سلاح من إبليس على العبد أن يخوفه من الفقر. دي أشد سلاح مع إبليس. تيجي تتصدق يقول لك طب ولادك أولى، هتيجي تخرج الصدقة يقول لك طب ما أنت ما تعرفش بكرة يحصل إيه، الحاجة اللي كانت بجنيه بقت ب10، طب وبكرة والحاجة بتزيد، أنت أولى. فالشيطان يعدكم الفقر عشان ما تتصدقش ولا تساعد غيرك ولا تنفق ولا تخرج صدقات لمن يحتاجها. لذلك قال الشيطان يعدكم الفقر، مع انك معاك وبيدك تساعد، لكن هيخش لك من باب دي ان يوعدك بالفقر دائما، ما تعرفش ايه اللي هتحصل، يا عم عين، مع ان انت معاك، لكن يوعدك بالفقر. طب ما ممكن تمرض، ممكن حد من عيالك يمرض، ممكن كذا، كل أمانيه بالفقر. الأمر الثاني قال أمركم بالفحشاء، يعني يا ريت خلاص المال معك، لا ده يأمرك بالفحشاء، مع إني بقول لك عين المال، لكن عند الحرام هتجيب سجاير،
هتنفق على الحرام، تشحن الباقة وهو عارف انك بتخش بها على الحرام، يقول لك يا عم محدش واخد منها حاجة، انفق وخلاص. يا عم ما تخافش، ربك اللي بيرزق، افعل انفق. لكن فين؟ في باب الحرام والفواحش والمنكرات، وأمركم بالفحشاء. لكن شوف تكملة الآية، الله عز وجل لم يتركك. قال الله والله يعدكم، يعني وعدك مغفرة منه. فزي ما بيأمرك بالفحشاء، الله عز وجل بيقول لك أنا أوعدك بالمغفرة، لكن بشرط توب. وقعت في فحشاء، في منكر، في معاصي، ربك بيقول لك أنا أوعدك بالمغفرة، لكن بشرط ارجع ما تستمرش مع إبليس. طيب والفقر اللي عمال يخوفك منه؟ قال والله أعدكم مغفرة منه وفضله، يعني اللي جاي ما تخافش، الفضل الله عز وجل واسع، هيزود لك من الرزق. ما تخافش من بكرة، من الأيام اللي جاية، ما تخافش من أي شيء. والله يعدكم مغفرة منه وفضله. فإبليس يوعدك بالفقر ويأمرك بالفحشاء، والله يوعدك بالمغفرة. أمام الفحشاء هيغفر لك، وأمام التخويف من الفقر بيوعدك بالفضل. ذلك قال والله واسع عليم. لكن إبليس ضد ذلك. إبليس لا يملك لك مثقال ذرة ولا يعلم من الغيب شيء. فاعتمد على من يغفر لك المعاصي ويوعدك بالفضل. وفضل الله عز وجل واسع، وهو عليم بما هو آت. إبليس ما يملكش لك شيء. لذلك يقول لأهل جهنم كما في سورة إبراهيم، يقول وما كان لي عليكم من سلطان، أنا ما كانش لي قوة عليكم إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. أنا اللي كنت أقول لك لا ما تتصدقش، ما تعملش كذا، وعند الحرام افعل، اعصي، افعل كذا. بقول لك دي بس اللي كنت أعمله، إن أنا بس بقول لك وإنت بتستجيب ليا. إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني. هيقول لأهل النار فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. فلذلك لا تستجيب، لأن أول شيء لا يملك لك شيء ولا يعلم من الغيب شيء. والله عز وجل الذي يملك كل شيء هو بيقول لك أنا أوعدك بالفضل وبالمغفرة، لكن استجيب لأمر الله عز وجل. وإن استطعت الصدقة تصدق، لأن الحاجة الوحيدة عند الموت حاجتين هتتذكرهم، الصدقة والعمل الصالح. ليفهم من أعطى واتقى يكون من أهل الجنة. في واحد بقى لا أعطى ما تصدقش ولا كم من الصالحين، فضل مقضي حياته كده مع إبليس. يجي يتصدق يقول له لا الدنيا وانت أولى وعيالك وزوجتك، وما تعرفش بكرة هيحصل ايه. طب العمل الصالح يكسله، بكرة بصل، خليك من الجمعة الجاي، خليك من كذا لحد الموت. ذلك قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت، من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي، أول لما يجي له خلاص الروح بتطلع، فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب. طب ليه تعمل ايه في الوقت القليل ده؟ حاجتين، قال فأصدق وأكن من الصالحين. شوف هنا قال أصدق، كمان ما قالش أتصدق، لشدة صدقه على الصدقة. لما خلاص شاف الموت بقول فأصدق، يعني يا رب هتصدق والله يقينا. والأمر الثاني وأكن من الصالحين، مش صلاة بس، ده أنا هصلي واستقيم حتى صلاة الفجر ال5 صلوات وابعد عن أي حرام، وأكن من الصالحين. لكن الأمر انتهى، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. أمرك خلاص انتهى.
مع إن كان معاه معنى إن قال فأصدق وأكن من الصالحين، يعني كان معاه إن يتصدق، لكن كان بخيل. كان قادر إن يصلي ويطيع، لكن كان كسلان، ما نفعهوش ذلك عند الموت. ذلك دي من أمر النفاق والمنافقين والعياذ بالله. قال الله عز وجل عن حال المنافق، قال ومنهم، من المنافقين، قال ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله، لو ربنا وسع عليا بس واداني وبقى معايا، لئن أتانا من فضلي لنصدقن. شوف برضه ما قالش لا أتصدق، يعني عند الكلام هو ما معوش، بيتكلم بقى بقول والله لو ربنا يديني لأصدق. قال لنصدقن. 2 ولنكونن من الصالحين. شوف تأكيد، لأصدقن ولأكونن من الصالحين. طب ربنا اداله من فضله، قال فلما أتاهم من فضله بخلوا به. ربنا اداله فعلا وسع عليه، لكن باخل، ما بقاش يتصدق، يساعد ما بيساعدش، يفعل الطاعة ما فعلش. فلما أتاهم من فضله بخلوا به. 2 العمل الصالح، لأنه قال ولا أكونن من الصالحين. قال وتولوا عن الطاعة وهم معرضون. ترك طاعة الله، معرض يعني سامع الأذان ما يصليش، عارف الفرض اللي عليه وما يعملش، تولى عن طاعة الله عز وجل وأعرض. طب عقوبة ذلك إيه؟ إن ربنا اداله وما رضيش يتصدق، الواجب حتى اللي عليه من الزكاة ما بيخرجهاش، الطاعة اللي مستطيع يفعلها ما بيطيعش. قال الله تعالى فأعقبهم نفاقا. أول عقوبة أعقبهم، اللي كان وعد الله عز وجل أن يتصدق ويكون من الصالحين، لكن لم يتصدق مع الاستطاعة ولم يكن من الصالحين. قال فأعقبهم نفاقا. 2 في قلوبهم. 3 النفاق دي لحد امتى؟ قال إلى يوم يلقونه. أول شيء نفاق والعياذ بالله. الأمر الثاني في قلوبهم، دليل على شدة النفاق. يعني أنت ممكن تقول لواحد أنت فين؟ أنا عندي المسجد، يبقى قريب من المسجد، لكن مش شرط إنك داخل المسجد، ممكن عند المسجد يعني واقف بره. لكن تقول له أنا في المسجد، خلاص يعني المسجد أحاط بك وأنت في داخله. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم، يعني القلب ملئ بالنفاق والعياذ بالله. كل دي بسبب إيه؟ إن عاهد الله عز وجل لو ربنا اداني هتصدق وأكن من الصالحين، فلما أعطاه الله عز وجل لم يتصدق ولم يكن من الصالحين. قال فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. النفاق دي لحد يوم القيامة والعياذ بالله. لذلك لما جه يعتذر عند الموت لولا أخرتني لأجل قريب، الله عز وجل لم يؤخره، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون. طب ليه النفاق دي؟ وليه لحد يوم القيامة؟ قال بما، يعني بسبب النفاق دي في قلوبهم، ويدخلوا به جهنم بسبب بما أخلفوا الله ما وعدوه. لأن وعد ربنا هتصدق، يا رب لما تفتح عليا هتصدق، وربك فتح عليه ممكن عنده مشروع بل مشاريع ومعاه مال في جيبه وفي بيته في كل مكان، وبخل به عن الفقراء والمساكين. قال بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. لأن لما قال وربنا أعطاه ما عملش، ده اسمه كذاب. ويفضل بقى يبرر لنفسه بكلام إبليس له، اللي الدنيا غلا والدنيا بتزيد والدنيا يجي عند الموت مش واخد معاه حاجة من الدنيا، يتمنى الصدقة والعمل الصالح
لكن الأمر انتهى. ذلك كل إنسان واجب عليه الحق نفسك بأمر الصدقة، لأن الصدقة بتفتح لك أعمال الخير. ولو معك مال، لأن أغلب الناس المال، بل ممكن أغلب الناس بإيدك تعيش أسرة، يعني ممكن واحد بيده عايش أسرة فقيرة. كتير من الناس بيده عايش أسرة مسكينة فقيرة يعيشهم طول الحياة، ومعاك وانت مستطيع، لكن لو بصرك الله عز وجل بما أنت فيه. وهذا نذكره إن شاء الله في الخطبة الثانية. أقول ما تسمعون، أسأل الله أن يغفر لي. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لذلك أولا أي إنسان، النبي عليه الصلاة والسلام بين إن أي المال اللي معاك بتعمل فيه حاجتين. أنت عشان يكون معاك مال يبقى فيه طريق جالك به المال. تاني حاجة المال بتنفقه تاني في حاجات أنت محتاجها. فقال عليه الصلاة والسلام لن تزول قدم عبد يوم القيامة، فيش واحد رايح للجنة ولا النار حتى يسأل عن أربع حاجات لازم تتسأل عنهم. منهم ماله، من أين اكتسب المال اللي معاك دي طول حياتك، من أول ما بدأت تكتسب لحد ما مت، اكتسبت لك 1,210,000، من أين اكتسب؟ جم من الحلال ولا الحرام؟ السؤال الثاني وفيما أنفقه، أخرجتهم فين تاني؟ لذلك لو دورت كتير من الناس، يعني مش هنقول الصدقة الواجب اللي عليك، كتير من الناس ممكن المال في الحرام. كل يوم علبة سجاير أقل شيء ب50 جنيه، يعني في الشهر 1,500. يعني انت لو المال اللي في الحرام ده في السجاير بس فقط عنده كده واتقيت الله 1,500 كل شهر بتديهم لأسرة فقيرة. تخيل كم السرور اللي هيدخل عليهم طول الحياة. يعني بإيدك تطعم أسرة كاملة مسكينة كل شهر. تخيل 1,500 يا مسلم، زيت وسكر ومكرونة لأسرة مسكينة، اللي انت بتنفقهم في الحرام في أشياء بل بتضر نفسك وما بتنتفعش بيهم. 1,500 لأسرة مسكينة. بل ممكن كل موسم لا يدخل رمضان المال اللي الناس بيدفع كم ألف عشان يروح مصيف كل سنة. سيبك من الكلام الفاضي ده، والكم ألف دول موسم زي رمضان تجيب بيه الحاجات رمضان تدي الأسرة مسكينة كل سنة بدل المصيف. كل سنة عند دخول العيد لأسرة مسكينة، بدل ما بتنفقهم في اسكندرية شرم الشيخ، لو مش في الحرام مش هتستفيد. راح تصيف وناس هتموت من الجوع. أقسم بالله في ناس بتبيع الشباك بتاع بيتها بتاع الشقة عشان يجيب علاج لأولاده ويجيب أكل. شفت بنفسي وشاب واحد عنده حاجة و30 سنة شال شباك المطبخ يبيعه، هيعمل ايه؟ ما مستطيع. في ابتلاء وانت تنفق مال بالآلاف. ده انت لو ركزت ممكن بمال بتنفقه في الحرام تفتح لأسرة زي دي مشروع. تخيل. بل كتير من الناس يستطيع ان يفعل ذلك. مشروع. انت لما جوزت ابنك او هتجوز ابنك، القاعة بتصرف لها كم؟ 10,000 20,000 وازيد من ذلك. 20,000 ممكن تفتح مشروع لأسرة فقيرة يعيشوا طول حياتهم منه. تخيل ب20,000 سكر وزيت ورز يجيبوه ويبيعوا منه، بعد كده المكسب يعيشوا منه والحق البضاعة يجيبوا غيرها.
ب20,000 اللي انت انفقتهم في الحرام ممكن تعيش أسرة. تخيل لو كل إنسان عمل كده. لكن موت القلوب والغفلة وهو بينفق في الحرام على السجاير بل والمخدرات وعلى القاعات، ويقول لك شوف فلان 1,000,000 صرفوا في كذا. طب ما تشوف نفسك قادر انك تعيش أسرة فقيرة مسكينة، قادر انك تساعد دار على جارك ما معوش يجيب علاج وانت 1,500 كل شهر في الحرام. جارك ممكن عليه ديون ويتحبس بسبب الدين اللي عليه وانت بتنفق مالك في الحرام. اتق الله عز وجل، المال هتسأل عنه أمام الله عز وجل. ذلك شوف النبي عليه الصلاة والسلام وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، الله عز وجل أثنى على أصحاب النبي. جاء كما في صحيح البخاري، جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان غلبه شدة الجوع، ما معوش يأكل ولا يشرب، فقير. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى أزواجه، إلى عائشة، فقالت لا يوجد في بيتنا إلا الماء، ما عندناش إلا مية. إلى حفصة إلى غيرها فلم يجد إلا الماء، ما فيش أكل. فقال عليه الصلاة والسلام من يطعم ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، مين اللي أكل الراجل ده؟ فقال رجل من الأنصار من أهل المدينة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، قال أنا يا رسول الله. وخادوا إلى بيتي، فلما ذهب دخل على زوجته قال ما عندنا من الطعام، احنا عندنا أكل ايه؟ قالت لا يوجد عندنا إلا طعام للأطفال، العيال أنا عامله لهم عشاء بس. فقال لا إلهيهم بأي شيء، لا يوم بأي حاجة لحد ما يناموا، وانشغلي بالسراج، يعني السراج اللي مولعين بيه عشان ينور نشوف الأكل كأنه بايظ، يعني عشان الجو يبقى ضلمة والراجل ما يشوفوش ان احنا مقدمين له الأكل وهو بياكل لوحده هنحرجه، لكن اطفيه. وطافوا السراج وشغلت العيال لحد ما ناموا وبينوا كأنهم بياكلوا وما فيش نور لحد ما الضيف كال وشبع. الراجل راح للنبي عليه الصلاة والسلام تاني يوم، الله عز وجل أوحى للنبي عليه الصلاة والسلام وأنزل عليه قرآن في ذلك. بل النبي عليه الصلاة والسلام قال، وقيل أنه أبو طلحة رضي الله عنه، قال له النبي عليه الصلاة والسلام إن الله عجب من صنيعكما. شوف الله عز وجل عجب من صنيعك أنت وزوجتك. يعني ايه عجب؟ الشيء فلان عجب من كذا لأن الشيء خرج عن نظيره. يعني انت مثلا لو جيت مثلا تسمع الخطبة تلاقيت اللي بيخطب مثلا عيل عنده 5 سنين، ممكن تروح تقول لزوجتك أنا متعجب النهاردة من الخطبة. ليه متعجب؟ لأني عيل 5 سنين مش الطبيعي إن السن ده يخطب، ده قاعدين بيلعبوا ورا بيتكلم مش فاهم حاجة. فإن واحد في السن ده يخرج عن نظيره، يعني في السن ده وخرج عن الطبع ده بقى حاجة غير كده تتعجب. فالله عجب يعني مش من الطبيعي إن واحد يؤثر على نفسه وعن أولاده ويطعم مسكين، ويمنع نفسه عشان يطعم غيره، يمنع زوجته عشان أطعم غيره. عجب من صنيعكما. وأنزل الله عز وجل هذه الآية ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني بيؤثر على نفسه حتى لو الشيء خاص به. قال ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، أهل الجنة. الشح إن واجب عليك تفعله ومع ذلك استطعت فعله، لأن بداخل النفس شح يمنعك، اللي هو ايه؟ هتيجي تتصدق، لا يا عم كبر دماغك، يا عم استنى، يا عم ما تتصدقش، يا عم الدنيا بتغلى. لو ربنا بعد عنك الشح دي وقدرت تتصدق فأولئك هم المفلحون. لكن ومن يوق شح نفسه،
اللي ربنا ينجيه من أمر الشح. ربنا عافاك من أمر الشح النفس، لأن أصل النفس فيها الشح. لذلك من الصدقات ما هي واجبة، من يمنع الواجب اسمه شحيح. يعني مثلا واحد فاتح مشروع بيكسب منه في شيء اسمه صدقة واجبة، ربنا من عليك وآتوا حقه يوم حصادي. كسبت خلاص، مين المكسب؟ أي شيء تصدق بيه. تخيل لو الناس تعاملوا بذلك. اللي بيشرب سجاير اتقى الله عز وجل وبدل السجاير مش تبخل اتصدق. اللي كان بيروح المصيف مش الحمد لله توب، بدل المال اللي كان في المصيف اتصدق. اللي بينفق المال على القاعات خلاص يا عم، الشرط مش من شروط صحة الجواز القاعة، ما فيهاش شيء لو ما عملتش فرح في قاعة، الغي القاعة بالمال دي اتصدق. واحد فاتح مشروع خدت مكسبك، لازم من المكسب دي صدقة واجبة. أقل شيء اللي شغال عندك اتصدق عليه، وبحكمة وبلين تتصدق على غيرك. كل إنسان يفعل دي أمر الدين، أمر الإسلام، إن كل إنسان يعطي من بجواره. اعتجارك صاحبك في العمل بحكمة وبطريقة جميلة، وتعطيه لله عز وجل، مش عشان يقول كذا ولا كذا. لذلك ممكن من الناس يتصدق والصدقة يظهر بعد ذلك الرياء. يجي أول ما أنت تقع في بلاء تقول له هكذا، ما رضيش يديك. ما جيش شوف طول عمري بعمل معاه كذا، لا، لو بتعمل لله ما تنطقش بها. لأن الله عز وجل قال في الحديث القدسي: من عمل عمل أشرك فيه في الصدقة دي معي غيري تركته وشركه. الله عز وجل لا يقبله. هتعمل لله، ما تطلبش من العبد شيء. وهذا أثنى الله عز وجل بهذا الفعل من الصحابة، أثنى على الصحابة بسبب ذلك. وهذا إن شاء الله نذكره مرة أخرى. نسأل الله أن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك أن تعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اخرج الشح والبخل من قلوبنا. اللهم اخرج الشح والبخل من قلوبنا. اللهم اطعم المساكين. اللهم اقض الدين عن المديونين. اللهم اقض الدين عن المديونين. اللهم اقض الدين عن المديونين. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم تب على المدخنين. اللهم تب على المدخنين. اللهم تب على عصاة المسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الإخلاص في أعمالنا. اللهم ارزقنا الإخلاص في أعمالنا. اللهم ارفع البلاء عن المسلمين في كل مكان. اللهم ارفع البلاء عن أهل غزة. اللهم كن لهم عونا. اللهم كن لهم عونا. اللهم كن في عونهم. اللهم أعنهم على أعدائهم. اللهم ارفع البلاء عن أهل السودان. اللهم ارفع البلاء عن أهل السودان. اللهم وحد كلمة المسلمين. اللهم وحد كلمة المسلمين. اللهم ألف بين قلوبنا واطرد الشيطان من بيننا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال فإنه لا يهدي إليها إلا أنت. وقنا سيئ الأخلاق والأعمال فإنه لا يقي سيئها إلا أنت. اللهم صل على محمد في الأولين وصل عليه في الآخرين وصل عليه في كل وقت وحين.